فالأول يعني إيه OOP؟ ال OOP هي عبارة عن طريقة من عرض البيانات، أو من إيه؟ طريقة من طرق إن أنا يبقى عندي مجموعة من المتغيرات وكده. هي طريقة من طرق تنظيم المتغيرات والدوال وهكذا. الهدف منها إن أنا أقدر إن أنا أمثل عناصر حقيقية في الكود عندي بسهولة. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي في برنامج مخزن مثلا أو شركة فيها موظفين وكده، فهلاقي ان انا عندي متغيرات زي مثلا الاي دي بتاع الموظف، السالري بتاعه او المرتب بتاعه، الاسم بتاعه، العنوان، الحاجات دي كلها متغيرات، بس هي مرتبطة بعنصر واحد اللي هو الموظف. ففي الطبيعي من غير الاو بي هعمل متغير اسمه مثلا employee اي دي اللي هو الاي دي بتاع الموظف، salary employee salary employee name employee وهكذا. هعمل كمية متغيرات كل واحد في ناحية لوحده، واللي هو كلهم بقى بعرفهم بالاسم. ولو انا عندي غلط اصلا في طريقة التسمية، يعني انا لو واحد مش بعرف اسمي كويس ازاي، ده هيبقى كارثة في الكود يعني. فالاو بي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا اقدر اجمع المتغيرات دي كلها تحت مسمى واحد. يبقى عندي كلاس مثلا او عنصر اسمه employee، الامبلوي ده تحته اي دي، نيم، سالري وهكذا. ولما بتعامل معاه في الكود بتعامل معاه كامبلوي. الامبلوي تحته بقى خصائص ودوال مختلفة. دي تمام، واقدر ان انا اعدل فيها في اي وقت بسهولة. بس الفكرة ان انا في خلال الكود عندي عنصر اسمه employee. فسهلت عليا كتير، بدل ما انا مثلا لما باجي بباصي الدالة هتعمل اي عملية على الموظف ده، اباصلها الاي دي والسالري والنيم والحاجات دي كلها كبارامترز. لا، انا بباصي الامبلوي في اي مكان انا محتاجه، وهو هو بيقوم يعني بيبقى كل البيانات الباقية متخزنة جواه. فده دور الاو بي، ان هي يعني ايه، طريقة ان انا امثل العناصر الحقيقية او اللي في الحياة العملية، بس في الكود. وفيها بقدر ان انا اجمع الداتا والفانكشنز بتاعتي تحت مسمى واحد، واللي هو ايه، مرتبطين بعلاقة واحدة مع بعض. سواء مثلا ان هما بيرمزوا الشخص او بيرمزوا العملية من العمليات. مش شرط ان هو كلاس يعني بني ادم او حيوان او كده، لا، ممكن يبقى عبارة عن عملية من العمليات، زي مثلا كالكوليتور اللي انتوا عملتوها دي وفيها دوال وهكذا. تمام. ومثال من الأمثلة اللي عندي، لو أنا مثلا في قاعدة بيانات فيها بتعامل مع بيانات الكائنات الحية مثلا، سواء في ريسيرش أو كده، فممكن ألاقي إن أنا عندي كذا كذا كلاس أو كذا عنصر، وهو زي الأورجانيزم والأنيمال والبلانت والكات والدوج وهكذا. تمام. طيب الاو بي بقى مبنية على ايه؟ الاو بي او اللي هي عبارة عن ايه؟ الاو بي بتتكون من اربع عناصر، او المبادئ بتاعت الاو بي، البرمجه باستخدام الاو بي مبنيه على 4 مبادئ. المبدأ الاول abstraction، المبدأ الاول inheritance، ثانيا encapsulation، ثالثا abstraction، رابعا polymorphism. الانهيرتنس هو ان انا يعني ممكن يكون في شوية منكم عارفين بعض المبادئ دي، بس اعتقد ان هو معظمنا عارف الانهيرتنس. الانهيرتنس هي ان انا يبقى عندي كذا عنصر فيهم حاجات مشتركة مع بعض. فبيبقى عنصر بيورث الصفات والدوال بتاعت عنصر تاني. زي ايه؟ زي ان انا يبقى عندي مثلا في المثال اللي فات موظف عادي ومانجر، فالاتنين ليهم اي دي وليهم سالري وليهم نيم وليهم ادرس وكل حاجة. بس الفكرة ان هو المانجر او المدير بيبقى فيه variable او 2 زيادة بيرمزوا لانه يعني اللي هو ايه، موظف مميز مثلا. فبالتالي فبالتالي مش مضطر ان انا كل الحاجات اللي موجودة في امبلوي اكتبها مرة تانية في المانجر. وغير كده ان انا لو كتبتها مرة تانية، فانا كده لو انا عايز اعدل حاجة هضطر ان انا اعدلها في امبلوي ومانجر. قد يكون دول 2 كلاس فمش حوار، بس انا ممكن يبقى عندي
انواع مختلفه من الامبلويز وانواع مختلفه من المانجر، فيبقى كل واحد منهم فيه كوبي من البيانات. فبدل كل ده ان انا يبقى عندي كلاس بيجمع الصفات المشتركة كلها والاتنين بيورثوا منه. وفي الحالة دي، في حالة امبلوي ومانجر، فهي كل الصفات اللي في الامبلوي موجودة في المانجر، فمش محتاج ان انا اعمل كلاس تالت واخلي الاتنين يورثوا منه. لا، انا ممكن اخلي المانجر يورث الصفات والفانكشنز بتاعت الامبلوي بشكل مباشر. فده كده الانهيرتنس، ان انا عندي عنصر في او كلاس في متغيرات ودوال كتير من عناصر تانية من كلاسز تانية، بخليه ان هو ياخدها بدل ما اكتبها تاني بس. وبكده ان انا لو عدلت في الكلاس الاول فهو ياخد كل حاجة موجودة فيه، الا لو انا مخليه يعني في كنتوا شفتوا في الفيديوهات حتة البرايفت دي، ان هو ان انا لو عايز متغير ما يروحش للكلاس او كده، فدي برضو اقدر ان انا اعملها، يعني لو انا عايز اخلي بيانات مقتصرة على الكلاس ده بس. تمام. تاني حاجة بقى وهي انا لحد دلوقتي بتكلم بشكل نظري، مش عايزكم تركزوا في السنتكس دلوقتي، عايزكم تركزوا بس ان انتوا تاخدوا الفكرة بشكل نظري. وقبل ده كله برضو حتة الكلاس. يعني ايه كلاس؟ ثانية. الكلاس هو عبارة عن عنصر عندي، او عبارة عن زي ايه، نموذج بقدر ان انا آه، اجمع فيه المتغيرات والدوال، بحيث ان انا لما اعوز نسخة منها، او ان انا يعني زي في حالة الموظف كده، الكلاس هو عبارة عن ان انا بعرف ان الامبلوي بس هيبقى فيه اسم وهيبقى فيه اي دي وهكذا. يعني انا مش بدي قيم للمتغيرات اللي جوه الكلاس، لا انا بعرف ايه هي المتغيرات او ايه شكل العنصر بتاع بتاع الامبلوي او بتاع الكات او بتاع ايا كان الكلاس بيرمز لايه. فالكلاس هو عبارة عن بس ان انا بعرفه ايه المتغيرات والدوال اللي هتكون موجودة فيه، وايه دور كل واحد منهم، واقدر ان انا احط كومنتات اعرف ايه وظيفته وهكذا. انما في مصطلح تاني بقى اللي هو الاوبجكت. الاوبجكت ده ان انا خدت كلاس عملت منه نسخة واديتها قيم. يعني ان انا عملت بقى فعلا موظف اسمه عمر نبيل مثلا، والاي دي بتاعه كذا والسالري بتاعه كذا كده. يعني ان انا بقى عندي فعلا عنصر، مش اللي هو مش يعني بشكل ايه، بلغة عامة كده، الكلاس هو الاسطمبة والاسطمبة اللي انا هكريت اوبجكت عليها، والاوبجكت بقى ان انا خدت الاسطمبة دي حطيت فيها القيم. تمام. فنرجع تاني للبرنسبلز. فالانهيرتنس تمام. الانكابسوليشن بقى هي العنصر التاني من او المبدأ التاني من مبادئ الاو بي. الانكابسوليشن معناها ايه؟ يعني هديكوا الاول مثال بعدها نستنتج منه التعريف. نفترض ان انا دلوقتي بسوق عربية. تمام. فهو انا ازاي اسوق عربية؟ سواء بقى مثلا ان انا بعد ما دورت بدوس بنزين، بوجه العربية بتاعتي وهكذا. هل انا مهتم اعرف لما بدوس بنزين ايه اللي بيحصل؟ يعني لما بدوس بنزين مثلا ازاي المحرك او انا نفسي مش عارف، بس اللي هو ازاي داخليا البنزين ده بيتحول لطاقة حركية بتحرك العربية مثلا. وهل اصلا يعني عدم معرفتي بده هيضرني في حاجة او هيأثر عليا في حاجة؟ فلا. يعني هو ده بقى الانكابسيوليشن، ان انا يبقى عندي هي بتنطبق على الدوال بشكل كبير. وشويه برضو في المتغيرات حته البرايفت وكده، ان انا مش عايز اظهر بيانات. بس هي يعني هي الاساسي بتاعها في حته ان انا عندي الداله دي بتنفذ كود معين او بتنفذ غرض معين. يعني لما بستدعيها بعمل حاجه، انا مش مهتم اعرف الحاجة دي بتتعمل ازاي، بس انا مهتم ان انا اخد النتيجة منها، او اللي هو اخد الحاجة اللي هي تعملها دي. على سبيل المثال، مثلا لو انا بكونكت في الكود بتاعي بداتابيز، يعني انا عندي داتابيز وعايز اخد البيانات اللي فيها، فانا كل اللي بعمله ان انا بيبقى معايا لينك او حاجة واصلة للداتابيز دي بناديها. فاللي هو لما بناديها بيجيب لي البيانات اللي انا محتاجها، ودي حاجة اسمها اي بي اي هنعرفها قدام. هل انا هل انا يعني مهتم اعرف ليه، يعني ايه اللي بيحصل لما بناديها،
او اللي هو ازاي بقى بيروح من خلال الانترنت على الراوتر بتاعي، بعدها من الراوتر بتاعي على الشبكة العمومية، بعدها على السيرفر اللي فيه الداتابيز بتاعتي، بعدها يرجع لي بالبيانات. لا انا مش مهتم بكل ده. فهي الانكابسيوليشن حتة ان انا يبقى عندي مجموعة من العمليات اقدر ان انا انفذهم بعملية عامة، او اللي هو في صورة عامة، واليوزر او اللي هيستدعي الدالة دي مش محتاج ان هو يعرف التفاصيل دي، فبالتالي مش بتبقى ظاهرة له يعني. فهي دي الانكابسيوليشن، ان انا عندي دالة بتنفذ عمليات، الدالة دي علشان انفذها او اخد منها نتيجة بستدعيها بس، ولكن مش لازم اعرف الدالة دي جواها ايه. نفس الكلام في حتة الفاريبلز، ان هو ممكن يبقى عندي كلاس جواه مجموعة من الفاريبلز اللي بتستخدم داخليا عشان تنفذ بعض العمليات، سواء مثلا ان هي هتعمل فورمات للداتا او كده، اللي هي تظبط شوية صياغة مثلا او اي غرض تاني. فحاجة انا مش محتاجها خارجيا، فبالتالي مش لازم تبقى ظاهرة لي بره يعني. ده كده معنى الانكابسيوليشن. البرنسبل التالت بقى وهو الابستراكشن. وهو الابستراكشن. الابستراكشن هي مش حاجة في الكود على قد ما هي حاجة في تفكيرنا واحنا بنكتب الكود. الابستراكشن عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا لما اجي اتعامل او لما اجي اكتب كود ابقى مراعي السياق اللي انا بكتب فيه الكود ده. على سبيل المثال، لو انا مثلا بتعامل مع شركة ايه، مع شركة مثلا عربيات، فلو انا بتعامل معاهم مثلا في ايه، او هقول لكم لو انا مثلا بتعامل معلش لحظة، كان في مثال في دماغي وفجأة راح. بسم الله. تمام، هو لو انا مثلا بتعامل مع شركة بتبيع لي منتجات، نفترض مثلا عربيات، لو انا بتعامل معاهم في حتة ان انا مثلا بشتريها وببيعها انا بعدها وهكذا. العربيات دي، هل انا يعني ايه البيانات اللي انا مهتم بيها في العربيات دي؟ هبقى اكيد مهتم مثلا باللون، سرعة المحرك، الماتيريال اللي مصنوع منها، الشركة المصنعة ليها، يعني بيانات عن اللي هو ايه جودتها ومتانتها وسرعتها والحاجات دي كلها. بس هل هبقى مثلا محتاج اعرف، وهبقى برضو محتاج اعرف عن الخامات اللي هي متصنعة منها عشان اعرف قوتها وكده. بس هل هبقى محتاج مثلا اعرف المكان استخراج الحديد اللي صنعوه بيه مثلا؟ او هل هبقى محتاج اعرف الطلاء اللي هي مطلية بيه ده متصنع من انهي شركة، او يعني ممكن ابقى، بس دي هتبقى يعني تفاصيل زيادة اوفر يعني. بس اللي هو هل محتاج اعرف مثلا آه، الالوان دي حددوها بناء على ايه، او ايه الاسباب اللي اختاروا عليها الشكل ده والحاجات دي كلها. فيعني في منها حاجات ممكن بس انا اللي هو ايه، كبعرفها لنفسي يعني، او اللي هو حاجه كده زياده مني. بس في العادي ان هو مش كل البيانات بكل التفاصيل محتاجه ان هي تكون عندي في السيستم يعني. فهو ده معنى الابستراكشن، ان انا مش بتعامل مع كل حاجه عن العناصر بتاعتي، لا بتعامل معاها تبع اللي انا محتاجه بس. حاول برضو نجيب مثال تاني. حتة لو أنا مثلا عندي سيستم تعليم فيه طلاب وفيه مدرسين، هل مثلا السيستم ده المفروض يبقى متضمن الروتين بتاع المدرس والطالب عامل ازاي؟ ممكن يبقى قدام مثلا ان انا محتاج اعمل او في طالب بيعاني من مشكلة معينة، فهحتاج منها ان انا اعرف الروتين بتاعه، ولكن بشكل طبيعي او في السياق العام مش محتاج اعرف تفاصيل زي كده. تمام. فهو ده معنى الابستراكشن، ان انا بهتم او بتعامل مع البيانات اللي انا
هحتاجها فعلا في السياق ده. لو حاجة مش محتاجها فهو بديهي جدا ان انا ما اتضمنهاش في السيستم ده يعني. آه، رابع حاجة بقى هي البوليمورفيزم. البوليمورفيزم يعني هي اصعب الاربعة، وهي اكتر حاجة موجودة في فلاتر يعني. فاللي هو يعني شوية وهنرجع لها يعني، او فكروني في اخر السيشن نشرحها. بس هشرحها لكم على كود فلاتر يعني غالبا. تمام. خلوا البوليمورفيزم في جنب دلوقتي. فذكرنا يعني ايه كلاسز وكده يعني برجع بس بأكد على حتة يعني ايه inheritance، لأن هي زي ما قلنا مش مهمة، هي أساسية اللي هو هتبقى معايا على طول. فهي حتة إن أنا يبقى عندي كلاسين أو أكتر، الكلاسات دي كلها في ما بينها صفات ودوال مشتركة. فبعمل إيه بدل ما يبقى عندي كود معمول له كوبي بيست في كل واحد منهم، فبجمعهم في كلاس أساسي وأقدر إن أنا أورث منه. أو لو هو عنصر منهم والباقي كله مشتقات منه، فمش محتاج ان انا اعمل كلاس زيادة، واقدر ان انا اخلي كل العناصر التانية او كل الكلاسز التانية تورث منه بشكل مباشر. تمام. و- وكان مثال على ده حتة اللي هو زي ما ذكرنا في الاول، لو انا عندي مثلا سيستم في بحوثات والحاجات دي، فهو هيبقى عندي كائنات حية مشتقة من كائنات حية أكبر منها وهكذا يعني. فعلى سبيل المثال، لو أنا عندي أبحاث عن القطط وعن الكلاب وأبحاث يعني في الحيوانات بشكل عام والنباتات والكائنات الحية عموما، فهو هنلاحظ ان هو المتغيرات والدوال اللي موجودة في القطط والكلاب جزء كبير منها، مش كلها يعني، هو كل عنصر منهم له حاجات مميزة فيه، بس جزء كبير منها او حتى لو متغير واحد ودالة واحدة موجودين بشكل مشترك بين القطط والكلاب. وهنلاقي ان هو العناصر دي او المتغيرات دي والدوال دي، فهنلاقي ان هي موجودة في معظم الحيوانات بشكل عام. فبالتالي اقدر ان انا يبقى عندي كلاس اسمه انيمال فيه الصفات المشتركة بين كل الحيوانات، وكل كلاس جديد بيبقى بيورث او بينهرت من الانيمال ده، وبزود عليه الصفات والدوال الزيادة يعني. ونفس الكلام على النباتات. بعد ما استخرجت الصفات الموجودة في معظم النباتات والحيوانات، هلاقي ان هو في حاجات مشتركة ما بين النباتات والحيوانات، على سبيل المثال اللون مثلا وهكذا يعني. اكيد في صفات ازيد بس احنا مش عارفينها. بس بشكل عام لقيت ان هو في حاجات مشتركة، مثلا التنفس يعني هنا موجود وهنا موجود بس بطرق مختلفة وهكذا. فاقدر ان هو الدوال المشتركة ما بينهم دي اطلعها في كلاس اكبر اسمه اورجانيزم مثلا. وخدوا بالكم من نقطة، ان هو الدوال مش شرط ان هي تكون مشتركة بمعنى ان هي بتتنفذ بنفس الطريقة. ممكن يبقى اسم الدالة موجود بس، واللي هو البيانات اللي بديها للدالة اللي هو البارامترز بتاعت الدالة والريتيرن تايب واحد، بس طريقة تنفيذها مختلفة. فدي برضو اقدر ان انا افصلها في حاجة اسمها abstract class، او في بعض اللغات اسمها interface، بس هنا مفيش interface، هنا اسمها abstract. فبالتالي بقدر ان انا برضو استخرجها واتعامل معاها في كل كلاس بشكل مختلف يعني. بس الفكرة ان هو الكونسبت الدالة دي موجود في الكلاسز، فاقدر ان انا افصله يعني. دي نقطة. الانهيرتنس اتكلمنا عنه، ان هو يعني هنا مثلا في صفات في الانيمال زي النيم والجنس والايدج والويت والكولر، ودوال زي البريز والايت والران والسليب وهكذا. وفي صفات برضو مميزة في كل كلاس منهم، اللي هو الكات والدوج. ف... ف... فبيورثوا من الانيمال، وبضيف عليهم الحاجات الزيادة دي. وفي نقطة تانية برضو، ان هو الكلاس الاساسي اللي عندي اللي هو اللي بيورثوا منه بيبقى اسمه سوبر كلاس. والكلاس اللي بتورث
منه بيبقى اسمها سب كلاس. تمام. وممكن يبقى عندي كذا حاجة وارثة من بعضها، زي أنا مثلا كات وارث من أنيمال، وأنيمال وارث من أورجانيزم. فهيبقى بالنسبة للأنيمال الأورجانيزم هو سوبر كلاس والأنيمال سب كلاس، وبالنسبة للقطط فهو الأنيمال سب كلاس. يعني عادي الأسامي بتستخدم بشكل نسبي، يعني أنا واقف فين بالظبط. تمام.